مهارات هتخليك مميز وسط اصحابك في الجامعه ويبص عليك كلهم كده يقولوا اوه ماي جاد مش ممكن. والمهارات دي تعتبر لايف تشينجر او هتغير جزء من حياتك، يعني ممكن كامله يعني، بس مش متاكد قوي بصراحه. مش عشان انا بقول لك كده وجاي اتكلم عن المهارات دي، بس عشان هي مهارات هتفرق معاك على مستوى ابعد بكتير قوي من مستوى الجامعه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ انا محمد عبده، بحب اعمل حاجات كتير واجرب حاجات كتير، وعندي عقده من تطوير الذات والانتاجيه، وتجربه اي شيء مفيد ممكن يحسن مني للافضل. لو انت اول مره تشوفني، ازيك؟ الشانل هنا هيبقى عليها محتوى مختلف سيكا ومليان شويه تجارب، ف دونت فورجيت تو سبسكرايب علشان الكوميونتي الجميل ده يزيد فرد جميل وكيوت ورائع. وشكرا. اول حاجه معانا واول مهاره هي التايم مانجمنت او تنظيم الوقت. عارف ان انا وانت سمعنا كتير كلام بقى عن تنظيم الوقت، واهم حاجه ان انت تنظم وقتك، وفي الغالب اول نصيحه عند اي حد بتبقى تنظيم الوقت ونظم وقتك ودير وقتك بشكل كويس، والكلام ده حقيقي. لو انت نظمت وقتك بشكل فعال فجاه كده هتلاقي عندك وقت كبير قوي، وهتتفاجئ بجد لان الوقت ده كان موجود وانت عمال تشتكي وتقول انا ما عنديش وقت ومفيش وقت. وفعلا احساس ان انت ما عندكش وقت ده بيبقى حقيقي ساعتها، وفعلا بتبقى حاسس ان الوقت مش موجود، بس للاسف هو بيضيع بشكل خبيث كده جوه اليوم، فتحس ساعتها ان مفيش وقت ومفيش امل خالص لاي حاجه ممكن تعملها. وبالمناسبه تنظيمك لوقتك مش هيخليك متحجم، اللي هو عايز تعمل حاجه في الوقت بتاعها المحدد، وان انت لازم تنزل الساعه 2 بالظبط ترجع الساعه 3 بالدقيقه وماشي عليها بالدقيقه والكلام ده كله، تبقى حاسس ان انت مش عارف تعمل حاجه، ولو الوقت ضاع والدقيقه دي اتعدت فانت تستنى بقى لحد ايه ونص والكلام ده كله، والكلام اللي احنا بنعمله ده. نبدا 9 جت 9 دقيقه نبدا 9 ونص او 10. بس الحلو بقى ومن مميزات تنظيمك لوقتك انك هتلاقي وقت فاضي، وقت فاضي تجرب فيه حاجات كتير انت عايزها، تجرب حاجه جديده، هتلاقي وقت تخرج فيه مع اصحابك وتاكلوا مثلا بعد الجامعه عادي، عندك وقت فاضي، وساعتها برضه هتلاقي وقت لنفسك بعيد عن الدوشه والزحمه وكل الحاجات دي. فايه هي اولوياتك وازاي ممكن ترتبها علشان تستفاد بوقتك اكبر استفاده، وتطلع من السنه او من الشهر او من اليوم حتى وانت عندك تطور ملحوظ ونمو وسعيد بالحاجه اللي انت بتعملها. وبالمناسبه تنظيمك لوقتك مش بس في المرحله دي، اي نعم انت كنت لازم تنظم وقتك الفتره اللي فاتت وانت في ثانويه وقبل ثانويه كمان عشان تذاكر وتظبط كل حاجه يعني، بس دلوقتي بقى الموضوع ده بيفرق شويه علشان انت من الوقت ده هتبدا ان انت تبص لنفسك اكتر وتعرف انت عايز تعمل ايه وايه هواياتك وازاي تجيب فلوس وحاجات كتير قوي. فهيفرق معاك في المرحله دي جدا جدا فتره الجامعه، وبعد الجامعه كمان كتير قوي، يعني كل حاجه بقى انت لازم تنظم فيها وقتك ولازم تحط اولوياتك وتحددها بشكل كويس جدا. فتنظيم وقتك ده لازم تعمله طول ما انت عايش تقريبا، فعلشان كده لازم تتعلم المهاره دي عشان تتحكم انت في وقتك وتتحكم في يومك مش العكس. وعلشان تنظم وقتك بقى في طرق كتيره جدا تقدر تنظم بيها وقتك، ومفيش طريقه احسن من طريقه ولا الكلام ده كله، بس الموضوع كله هيعتمد على انت ايه الطريقه المناسبه بالنسبه لك وايه الطريقه اللي انت ممكن تمشي بيها، والطريقه اللي عقلك ممكن يكون شغال فيها باعلى انتاجيه ممكنه. انا بصراحه بحب اجرب كل اللي بسمعه واي طريقه جديده كده، واي حاجه بلاقيها بعملها وبجربها واشوف هل ده هينفع معايا ولا لا، واللي بينفع معايا في الاخر هو اللي بستقر عليه. فمفيش احسن طريقه والكلام ده كله، بس هو ايه اللي مناسب معاك هو اللي هينفعك، ممكن ما ينفعش حد تاني. تاني مهاره معانا وهي التيم وورك او العمل مع تيم وسط جماعه كده. ببساطه الاول التيم هو عباره عن مجموعه ناس بيشتغلوا مع بعض عشان يوصلوا لهدف معين، والهدف من التيم ده او الهدف من مجموعه الناس دول اللي هم هيعملوه ان هم هيوصلوا لهدف معين بيهدف للمصلحه العامه عشان كلنا نستفاد. في فتره الجامعه والفتره اللي بعد الجامعه في الغالب هتكون مجبر ان انت تشتغل مع ناس، ما تشتغلش لوحدك خالص، وكمان هتكون حاسس احسن ان انت هتقدر تشتغل لوحدك وتكون انتاجيتك اعلى وتخلص بسرعه والشغل يبقى مظبوط والكلام ده كله. بس الفتره دي هتخليك تشتغل مع ناس، وفي الغالب يعني لازم تكونوا تيم، لان بقى في بروجكتات في الكليه لازم تعملها مع ناس، ولازم يكون في عناصر كتير وكذا حد وكل واحد ليه شغلانه والكلام ده كله. ففي البروجكتات دي هتشتغل مع تيم، يعني هتشتغل مع تيم. يا عم علي، يا عم علي هتخليني اعيط، حرام عليك كفايه. طب قول لي الفرح بتاعكم كان عامل ازاي؟ عمري ما انسى وانا رايح اتقدم لابوها، كأن المشهد قدامي وانا بتقدم لها دلوقتي. وهنا بقى اكبر غلطه ممكن تقع فيها، وهو ان التيم لو مش منسجم مع بعض ومش متفق مع بعض ما ينفعش هنا بقى الشغل يكون فردي، لان لو اهتميت بالمصلحه الفرديه او مصلحتك انت بس كده انت هتخسر كتير والتيم نفسه هيخسر كتير. ولو فكرت ان الخساره هنا هتكون فرديه فلا طبعا، الخساره هنا هتكون عامه، زي ما المصلحه اللي احنا بنهدف ليها هتكون عامه فبرضه الخساره هتكون عامه، لان الخساره هنا اللي هنتكلم فيها هتكون درجات، او ان انتوا مثلا مش هتتاهلوا مثلا توب 3 في البروجكتات بتاعتكم والكلام ده. فالخساره هنا هنخسرها كلنا، والخساره دي هتأهلنا ان احنا يا اما مش هناخد درجاتنا كامله مثلا، يا اما مش هنتأهل في مسابقه معينه، او مش هناخد جايزه، نفس الحاجه.
فبالتالي هنا لازم الشغل يكون كتيم حتى لو مش متوافقين مع بعض، وتحاولوا تصلحوا ما بين المشاكل دي. وهنا بقى لازم تعرف ان التيم المفروض اصلا يبقى افراد مختلفين عن بعض، مش كلنا واحد، مش كلنا لازم نكون متفقين. كل واحد في التيم مميز في حاجه والتيم بيكمل بعضه، لان في فروقات فرديه كتيره ما بيني وما بين زميلي في التيم. وللعلم هنا قلت زميلي في التيم علشان مش شرط ابدا ان يكون كل اللي معايا في التيم صحابي، حتى لو احنا كلنا دفعه واحده، كلنا ناس عارفين بعض، بس مش هيكون الشخص الاقرب ليك في الجامعه وتحس ان انت واخد راحتك معاه كده. لا خالص، التيم هنا ممكن يجبرك ان انت تشتغل مع ناس ما تعرفهمش اصلا خالص، فلازم تكون تعرف تتعامل مع الحته دي. وركز هنا عشان تبقى انت التيم ليدر في الموضوع ده. خليك تيم ليدر، واعرف بقى شويه عن الليدرشيب سكيلز والحاجات دي، ابحث عنها في جوجل او في اي حته وهتعرف عنها حاجات كتير. خليك ليدر، يلا خليك ليدر يا. فهنا انت ممكن تكون وسط تيم ما تعرفش عنه اي حاجه وما تعرفش تتعامل معاهم، فبرضه هنا المهم بقى لازم تكون برضه بتعرف تتعامل بقى مع البشر، تعرف تتعامل عموما، ما تتكسفش، لازم تتكلموا وتتعرفوا بعض، وكل واحد فيكم يقول امكانياته وهو يقدر يعمل ايه وممكن يضيف ايه للتيم والكلام ده كله. فخلي فيه بقى ايه تواصل، الكوميونيكيشن سكيلز كمان تكون عندك كويس، فدي مهمه جدا برضو. الكوميونيكيشن سكيلز هي مش موجوده في الليسته بس مهمه قوي 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 يعني، فاحنا برضو لازم نتعلم الكوميونيكيشن سكيلز انها في الغالب مش عندنا. تاني حاجة مهمة في التيم ان لازم يكون في اعتمادية، لازم نكون بنعتمد على بعض في التيم ده بشكل كبير قوي. يعني لازم كل واحد ياخد التاسك يخلصه ويسلمه للشخص اللي بعده، لازم نكون بنعرف نعتمد على بعض ويكون اعتمادنا على الشخص ده في محله، علشان لازم محمد مثلا ياخد التاسك يخلصه يسلمه لاي حد تاني، او يشتغلوا مع بعض سوا بعدين يسلموه للشخص اللي بعده، والتيم كله يبقى شغال وكل واحد معتمد ان الشخص ده هيخلص التاسك اللي معاه علشان البروجكت يكمل. يعني مثلا انا دلوقتي شغال في تيم وورك، اجيب الفكره وببدا اشرحها لبقيه التيم. الاعداد او السكريبت رايتر بياخد الفكره وابعادها ويبدا بقى يكتب السكريبت، وبقعد انا وهو كده ايه نظبط شويه حاجات، وبعدين باخد منه السكريبت وبصور الفيديو، وبعد ما بصور باخد الفيديو وابعته للمونتير عشان يمنتجه، وبعدين باخد الفيديو منه وبرفعه علشان تشوف الفيديو على يوتيوب. وبكده يبقى اعتمدنا على شغل التيم. ثالث مهاره معانا وهي البرزنتيشن سكيلز او مهاره التقديم. مهارة التقديم من المهارات المهمة جدا في الفترة دي، ويمكن قبل سنة من دلوقتي انت ما كنتش محتاج ده خالص، وبالتالي هي مهارة جديدة علينا، وفي الغالب هتلاقي اصلا محدش مهتم بيها او بيطور من المهارة دي عنده الا لما يكون اصلا محتاجها. وهنا بقى تيجي فكرة البين بوينت اللي احنا اتكلمنا عنها من فترة. البين بوينت هو عبارة عن ان حاجة انت اصلا المفروض محتاجها ومحتاج تتعلمها، بس ما بتكتشفش ده الا لما تتفاجئ بيها او يجيلك شوك كده اللي هو انا كنت لازم اتعلم المهارة دي من فترة. او مثلا الانجليزي لما يجيلك فرصة مثلا ان انت تسافر بره او تروح تدرس في جامعة بره، انا ما بعرفش اتواصل اصلا مع الناس بالانجليزي، فمش هفهم ولا هعرف اتكلم. فهي دي بقى البين بوينت او نقطة القلم. فابدأ اهتم بالمهارة دي، علشان في بعض الاحيان لازم تكون واقف وبتتكلم قدام دكتور مثلا او قدام مجموعة دكاترة وانك بتشرح لهم فكرة معينة، او تقوم تقف تتكلم قدام زمايلك في وسط محاضرة او ايا كان. فالحتة دي حتة صعبة شوية، يعني حوار ان انت تبقى واقف وكل الناس حواليك وسامعينك وانت بس اللي بتتكلم، حوار مرعب في الاول، بس لازم تتعلم ده علشان ده هيحصل كتير وهتحتاجه. فما تبقاش خايف، هي بتبقى ليها رهبة شوية، فهتبقى خايف وصوتك ومش عارف ايه. فزي ما قلت لك الموضوع في بدايته مش سهل خالص ولازم تتدرب عليه، عشان كده بقول لك اهتم بيها من دلوقتي. ولو عرفت شوية عن المهارة دي هتكتشف ان اهم حاجة في الحوار ده كله ان انت تكون عندك محتوى، او المحتوى بتاعك صحيح والمعلومات اللي انت بتتكلم بيها والكلام اللي انت بتتكلمه سليم وصح، مفيهوش حاجات غلط. وكمان حاجة مهمة ثقتك في نفسك وصوتك. انت طالما بتقول حاجة صح فخلاص انت تمام، واثق في نفسك والدنيا تمام ومفيش حاجة. وصوتك كمان يكون عالي، ما توطيش صوتك في بعض الاحيان اللي تحس ان انت بتقول حاجة غلط او الناس مش هتضحك مثلا. فدي الفكرة. يعني انا كنت فترة مثلا لما اجي اتكلم مع مدرس مثلا فبقول اي حاجة، فبعدين اصل انا والله العظيم من فترة كنت ما بيسمعش بقى اللي هو يا ابني اتكلم يا ابني في ايه. فهنا حوار ثقة النفس دي، اتكلم محدش هيقول لك حاجة عادي. فلازم تهتم بالمحتوى وثقتك في نفسك وصوتك يكون كويس ومظبوط وعالي. وتالت حاجة بقى مهمة واللي انا شايفها مهمة في الحوار ده كله هي انك يكون عندك طريقة واسلوبك في العرض. انت اصلا اتكلم باسلوبك العادي الطبيعي اللي هو الموضوع فورمال، بس انت عندك اسلوب، كل واحد بيفرق اسلوبه عن اسلوب اي حد تاني. حتى لو الطريقة فورمال قوي، تتكلم مع دكتور مثلا في الجامعة او بتتكلم في مؤتمر عالمي، ايا كان الموضوع اللي انت هتتكلم فيه، كل واحد بيبقى ليه عنده اسلوبه. وهنا هيخلي الناس يا اما عايزين الشخص ده يكمل حتى لو هو خلص كلامه، وفي فرق تاني ما بين ان الناس اصلا عايزينك تقعد وتسكت حتى لو انت مخلصتش كلامك. فهنا المهارة دي هتفرق قوي قوي قوي. المهارة اللي بعدها واللي لأهمية الموضوع هي البابليك سبيكينج
سبيكينج او مهاره التحدث امام الجمهور. اول حاجه المهاره الاولى هي بتتحدث بقى قدام مجموعه من الناس، بيبقى في الغالب مجموعه قليله وبيكون ممكن فيها ناس زي مثلا دكاتره او حاجات فورمال شويه. اما التحدث امام الجمهور او البابليك سبيكينج هيكون قدامك عدد كبير. هنفترض مثلا ان الدكتور طلعك على الستيج وقال لك اتكلم قدام صحابك عن الموضوع معين او عن المشروع بتاعك او عن اي برزنتيشن انت تعملها، بس قدامك بقى عدد كبير، ممكن يكون 1000 2000، ممكن يكون 300 400، مش هتفرق، بس انت هنا قدامك جمهور حرفيا. الموضوع فيه رهبة، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب فعلا، ومحتاج ان يكون عندك دي مهارة بتطورها وبتهتم بيها، وتقدر كمان ان انت تتدرب عليها حتى في البيت. هقول لك حاجة، مثال بسيط، يعني تخيل مثلا ان انت واقف بتتكلم وقدامك كل الناس ساكتة وانت بس اللي بتتكلم، انت بس اللي بتقول انت عايز ايه، او بتقول اللي في دماغك، او بتقول الحاجة اللي انت بتعرضها، سواء بقى بتعرض بروجكت مثلا بتبيعه، سواء بتعرض بروجكت مثلا لبزنس انت هتعمله، بتعمل بروجكت لحاجه انت عملتها للكليه، ايا كان الموضوع، موضوع مستاهل قوي. اول حاجه هتفرق هو طريقه كلامك انت اصلا، والكلام اللي انت بتقوله عن المشروع او البرزنتيشن اللي انت بتقدمه. وغير كده انك تقدر تاثر في الناس دي وتقنعهم بفكرتك، ان الموضوع برضو مش سهل. فهنا طريقتك واسلوبك برضو هما اللي هيفرقوا في الحته دي. واهم حاجه الحته المهمه جدا في الحلقه كلها، ان ممكن تكون اقوى مهاره عندك هي مهاره لسانك بلا جدال. ارشح لك كتاب تقراه بتاع ديل كارنيجي، او اي كتاب لديل كارنيجي. اصلا الراجل ده يعني عظيم جدا واحسن شخص ممكن يتكلم، مثلا الشخص ده يقدر يقنع اي حد باي حاجه ويقدر ياثر عليهم والكلام ده كله. وهنا بصراحه بقى ارشح لك كتاب مميز جدا جدا جدا. الكتاب اسمه كيف تؤثر على الناس وتكتسب الاصدقاء لديل كارنيجي. هو متخصص في التعامل مع العلاقات الانسانيه، يعني هيفيدك برضو الكتاب ده، يفيدك جدا جدا. انا نفسي حبيت الكتاب قوي وهقراه تاني بجد. اما يا عزيزي لو انت بتحبش القراءه، فاحب اقول لك ان انت برضو لازم تطور المهاره دي، عشان هي العلم كله، او هي الدماغ. القراءة دماغ. خامس واخر مهارة معانا في الفيديو ده، وهي المهارة اللي هتخليك تتعلم كل اللي فات، وهي مهارة السيلف ليرنينج او التعلم الذاتي. ببساطة يعني اي مهارة احنا قلناها في الفيديو هي محتاجة ان انت تتعلمها وتبدأ تشوف لها مثلا فيديوهات او كورسات او ايا كان ممكن تتعلمها ازاي. ولو عايزين نعمل حلقات مفصلة عن الحاجات دي ان شاء الله نعملها، مفيش مشكله. الحاجات دي ممتعه جدا وهناخد فيها البيزكس طبعا، الاساسيات، والحاجات دي بقى تتطور مع الوقت والتدريب والتمرين والحاجات دي كلها. التعلم الذاتي هي المهاره اللي تخليك جامد جدا بقى، معلش يعني. فلازم تتعلم ازاي تتعلم اصلا مع نفسك، ويكون عندك قوه انضباط، وتكون منظم وبشكل دوري، ان انت تتعلم ما تقفش وما تكسلش. وده معناه ان المهاره دي هتخليك مميز بالمعنى الحرفي. لو اي حاجه محتاج تتعلمها بعيدا عن المهارات اللي فاتت دي، المهارات دي هتخليك اللي هو لا، الشخص ده جرب، الشخص ده عارف الحاجات دي. يعني هقول لك حاجه، البابليك سبيكينج او البرزنتيشن سكيلز او تنظيم الوقت هيخلي الناس تبصلك بنظره اللي هو لا، هو فعلا عنده خبره في الموضوع ده، هو جرب قبل كده، هو خد الستيب قبلنا. انما فكره ان انت مثقف وبتتعلم من نفسك كتير، واي حاجه تحس ان انت هتبقى البين بوينت بتاعتك الجايه، اللي هو انا محتاج جدا 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 اتعلم الماني عشان اسافر المانيا، او انا محتاج اعمل مونتاج او اعمل اديتس عشان انا بعد كده هحتاج ان انا اعمل بروجكت في الكليه يكون فيه فيديو مثلا. فكونك بتعرف تتعلم وبتعرف تبحث عن المعلومه وتدور عليها وازاي تجيب كذا مصدر، والمصادر متوفره بشكل كبير، ده هو الهدف الاساسي. اعتقد كده كفايه على الفيديو، واتاكد بقى ان انت عامل اشتراك علشان في فيديوهات جامده قوي جايه ان شاء الله، وفيديوهات رائعه وانت هتعجبك، انا متاكد ان شاء الله. يعني الفكره بقى من استطلاع الراي اللي انا عملته يعني توقعت بصراحه العكس خالص. توقعت الناس بقى عايزه المهارات اللي تجيب لها بقى فلوس، وان خلاص انا طالب جامعي الكلام ده كله. بس هو كده كده الفيديو هيتعمل ان شاء الله برضو. الكوبايه دي خلصت مرتين وانا بصراحه كنت متوقع ان انتوا عايزين المهارات بتاعت بقى ايه، اتعلم ايه عشان ابدا اشتغل بقى واشوف كاريري وادخل دخله كده. بس كده الفيديو هيتعمل ان شاء الله، يعني لانه فيديو مهم قوي بصراحه، فيديو مهم جدا جدا ومميز كمان. في كذا حاجه بقى تقدر تشتغلها وتتعلمها. هي حاجه هتتعلمها انت، تتعلم في الاول، بعدين فتراتها مش كبيره، يعني من 3 ل 6 شهور حاجات تعلم، يعني اللي هو حرفيا نص السنه بتاعت اولى بس وخلاص، وبعدين هتبدا بقى تدخل دخل يعني ان شاء الله. وبس، شكرا لو انت اتفرجت على الفيديو لحد هنا، واوعدك باذن الله ان في محتوى جامد جدا جدا جدا. وبس زي ما قلت لك في تجارب وحاجات كتيره قوي جايه، فما تنساش بقى ان انت تدعمنا باللايك، ولو حبيت بقى تروح تعملي فولو على انستجرام، هيبقى برضه في هناك ريلز بقى وفيديوهات واستطلاعات
حاجات جامده قوي يعني. اشوفك الفيديو اللي جاي وبس، الى اللقاء، سلام.